مرحبا بكم إلى التفاصيل. بعث كل من رئيس جمهورية الجزائر عبد العزيز بوتفليقة والجمهورية اليمنية عبد الرب منصور هادي وملك المغرب محمد السادس والرئيس البولندي برناسليف موروفسكي وملك السويد كارول غوستاف والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كيمون بعثوا ببرقيات تهنئة إلى الشعب والحكومة الإريترية بمناسبة الذكرى 22 لعيد استقلالنا المجيد. وأعرب الزعماء في برقياتهم عن تمنياتهم بالسلام والازدهار للشعب الإريتري وموفور الصحة والعافية لفخامة الرئيس إسياس أفورقي. فيما أضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كيمون في رسالته عن الدور المهم لإريتريا في أنشطة المنظمة الأممية بشكل عام وتحقيق الأهداف العالمية في نشر السلام والتنمية والازدهار بشكل خاص. احتفل يوم أمس الاثنين باليوبيل الذهبي لمنظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي حاليا في العاصمة أسمرة. وشارك في الاحتفال الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية في فندق أسمرة بالاس الوزراء ومسؤولو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وحكام الأقاليم والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالبلاد وكذا ممثلي المنظمات الدولية. وأوضح المدير العام للدوائر بوزارة الشؤون الخارجية السفير فسهتسين بطرس في خطابه بالحفل بضرورة تحرير منظمة الاتحاد الأفريقي من التدخلات الخارجية من أجل استقلال الموارد الكامنة الضخمة بالقارة لخدمة الشعوب الأفريقية، معربا عن تطلعات شعوب القارة بأن ينتهج الاتحاد نظام نابع من الثقافة الشعبية. وقدم سعادته شرحا حول المراحل المختلفة للمنظمة منذ تأسيسها وتقييم أنشطتها انطلاقا من أهدافها. ودعا المنظمة للمحافظة على مكانة وقيم الشعوب الأفريقية والعمل على تهيئة الأرضية الملائمة لتقرير مصير القارة للأفارقة تلبية لطموحاتهم. يذكر أن منظمة الوحدة الأفريقية تأسست في 25 من شهر مايو من عام 1963 من أجل العمل على مساعدة الشعوب الأفريقية على الاستقلال من الاستعمار وتعزيز وحدة الشعوب الأفريقية والتعاون المشترك لتحقيق نمو اقتصادي وحماية حقوق الأفارقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول والحدود الاستعمارية الموروثة والاتفاقات المبرمة، وكذا حل جميع النزاعات بين الدول الأعضاء عبر القانون والتفاوض السلمي. هذا وكان فخامة الرئيس إسياس أفورقي قد بعث برسالة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس المنظمة، موضحا بأن مسيرة المنظمة خلال ال5 عقود الماضية لم تكن إيجابية بالكامل مقارنة بأهداف تأسيسها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأشار إلى عواقب سياسة التهميش على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، مما أدخل دول القارة الأفريقية في منزلق خطير، موضحا أهمية التخلص من هذا التاريخ المشين لغد أفضل للقارة، مضيفا بضرورة تقرير تنفيذ سياسات واستراتيجيات كفيلة بتحقيق هذه التطلعات الكبيرة. أفادت الأنباء الواردة من القارة الأمريكية عن احتفال الإريتريين المقيمين في مدن دنفر وسان هوزي وسينساتي ولاس فيغاس الأمريكية وكذا في مدينة فانكفور الكندية بالذكرى 22 للاستقلال الوطني. وجدد الإريتريون في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية عهدهم بتنفيذ أمانة الشهداء خلال الحفل الذي تميز بمشاركة شبابية كبيرة في عرض التراث الوطني من أزياء وفنون وغيرها من الأنشطة الأخرى. وقد هنأ معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح المحتفلين عبر رسالة مصورة مشيدا بإسهامات الإريتريين في دنفر وحثهم على تقوية تأطيرهم لمضاعفة دورهم مستقبلا. ومن جهتهم أكد المشاركون على تعزيز إسهاماتهم الوطنية مستقبلا من خلال تمتين صفوفهم، مشيرين إلى متابعة أوضاع حملة الإعمار الوطني من خلال وسائل الإعلام. بينما شهد احتفال مدينة سانت لويس تقديم عروض ثقافية بواسطة الشباب إلى جانب إقامة حفل فني كبير.
وتعهد المحتفلون على مواصلة برامج تنشئة أبنائهم على القيم الوطنية. كما أكد المشاركون في احتفال مدينة سنساتي على مضاعفة إسهاماتهم الوطنية للدفع ببرامج الإنماء، مشيدين بالإنجازات التنموية المحققة في البلاد. هذا وأعلن عمدة مدينة سنساتي ماركي مالوري بيانا رسميا بالاعتراف بال24 من مايو يوم استقلال إريتريا في بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة. كما أعرب الإريتريون في مدينة لاس فيغاس عن إعجابهم بمسيرة التنمية في البلاد، موضحين عزمهم على تعزيز دورهم الوطني. وكذا جدد الإريتريون المقيمون في مدينة فانكفور الكندية عهدهم خلال الاحتفال بتنفيذ أمانة الشهداء. احتفل الإريتريون المقيمون في كل من هولندا وألمانيا وجنوب أفريقيا بالذكرى 22 للاستقلال المجيد تحت شعار التصدي درعنا والعمل عزتنا بحفاوة كبيرة. ففي الاحتفال الذي نظم في مدينة أمستردام وروتردام وتوريخ الهولندية، فقد تعهد المحتفلون على المحافظة على الاستقلال الغالي الذي قدمت تضحيات كبيرة لنيله والدفاع عنه، وكذا إعمار البلاد من خلال تقوية صفهم وتوسيع آفاقهم. وقال مسؤول الشؤون القنصلية في هولندا السيد سلمون محاري في كلمته بالحفل إن تأكيد الشعب الإريتري لحريته عبر الاستفتاء دليل على مدى احترامه للقانون وثقافته السامية، مشيرا إلى تحقيق إنجازات تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية عبر التنسيق بين الحكومة والشعب، مما قوى استقلالنا الوطني. وفي الاحتفال الذي نظم في العاصمة الألمانية برلين، أعرب الإريتريون هناك عن اعتزازهم بالإنجازات التنموية المحققة بواسطة الشعب والحكومة الإريترية، علما بأن الاحتفال قد اشتمل على العديد من الفعاليات الهادفة لنقل القيم الوطنية للشباب. وفي ذات السياق، أفادت السفارة الإريترية في جمهورية جنوب أفريقيا عن تنظيم احتفال كبير لذكرى الاستقلال في مدينة جوهانسبرغ في 25 من هذا الشهر، مشتملا على العديد من العروض الفنية والثقافية ومشاركة مميزة لفرقة أموجا الجنوب إفريقية. وأوضح سعادة سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب أفريقيا ومنطقة الجنوب الأفريقي السيد صالح عمر في خطابه بتحقيق الاستقلال الوطني والمحافظة عليه من خلال مشاركة كافة الشعب الإريتري، مشيدا بالدور الشعبي الكبير في مسيرة إعادة البلاد. هذا وأفادت الأنباء الواردة من منطقة الجنوب الأفريقي عن تنظيم احتفالات مماثلة للذكرى 22 للاستقلال في كل من أنغولا وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا. أوضح مسؤول فرع وزارة التعليم بمديرية غورورا الأستاذ عبد الله صالح عن تطور العملية التعليمية في المنطقة نتيجة للجهود الحثيثة، مضيفا بافتتاح مدارس للمرحلة المتوسطة وبدء تعليم الحاسوب بالمديرية. وأشار إلى أن تطور العملية التربوية في المنطقة بشكل ملموس خلال ال5 سنوات الماضية بعد استقرار السكان والتخلي عن حياة الترحال، مما شجع على زيادة عدد الطلاب بصورة عامة والبنات على نحو خاصة. وذكر عن فوائد أجهزة الحاسوب الآلية التي تعمل بالطاقة الشمسية في رفع روح المنافسة في أوساط الطلاب، موضحا بسد نقص المعلمين في مدرستي الراق وحليبة، معربا عن آماله في تشييد مختبرات ومكتبات مدرسية خلال الفترة المقبلة. وأثنى على مبادرة السكان في مناطق الراق وحليبة وشاكات في تشييد مدارس من المواد الأولية للتعليم، مما يدل على الوعي المتزايد للسكان حول أهمية التعليم في مسيرة مستقبل أبنائهم. وفي الختام، أوضح مسؤول فرع وزارة التعليم بمديرية غورورا الأستاذ عبد الله صالح عن ارتفاع عدد المدارس المتوسطة في المديرية من 5 مدارس إلى 11 مدرسة، داعيا الإدارات لمضاعفة جهودها التوعوية في أوساط السكان حول أهمية التعليم. ناشد سكان حي غودايف بالعاصمة أسمرة الجهات المختصة للإسراع بإكمال مشروع صيانة طريق غودايف سنبل قبل حلول موسم الخريف.
وأوضحوا خلال تصريحاتهم لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا عن معاناتهم الكبيرة في النقل بسبب تضرر الطريق، داعين للإسراع بعملية الصيانة التي تتعرض إلى التوقف المتكرر. وأثنى كل من السيد هيلي عقبة قرقيش والسيدة سعدية خيار إدارة الإقليم الأوسط على خطوة صيانة الطريق المتضرر كليا، معربين عن خشيتهم من حلول موسم هطول الأمطار قبل إنهاء مشروع الصيانة الذي مر عليه أكثر من عام ونصف العام. كما ناشد السيد الرفايني جبرزجي والسيدة ويني عنده للإسراع بإنهاء أعمال الصيانة لحل أزمة النقل التي يعانون منها، مشيرين إلى أن شق الطرق في الأرياف النائية دليل على اهتمام الحكومة بشعبها. وفي الختام أكد المستطلعون لآرائهم عن استعداد سكان المنطقة على تقديم كافة اللوازم لإنجاح مشروع إعادة صيانة الطريق الحيوي. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، فابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون اليوم الثلاثاء بعدم تسليم روسيا لسوريا نظام دفاع جوي متطور بعد. وأوضح خلال تصريحات للصحفيين أثناء تفقده لمناورات أمنية عامة في البلاد بأن بلاده متأكدة من أن روسيا لم تسلم الحكومة السورية بعد نظام دفاع جوي متطور، مشيرا إلى عزم بلاده لرفع جاهزيتها العسكرية تحسبا لأي هجمات مسلحة عليها. وتأتي تصريحات يعلون ردا على إعلان نائب وزير الخارجية الروسي يوم أمس بعزم بلاده مواصلة اتفاق تزويد الحكومة السورية بنظام دفاع جوي متطور من نوع صواريخ S-300 المتطورة، على الرغم من المعارضة الغربية تجاه ذلك. يذكر بانخراط الجيش الإسرائيلي في مناورات أمنية واسعة منذ يوم أمس تحسبا لصد أي هجوم بحري أو أرضي على إسرائيل من قبل الأراضي السورية أو اللبنانية، خاصة بعد انفجار قذيفة يوم أمس الأول في شمال إسرائيل قادمة من جنوب لبنان. قالت الصين اليوم الثلاثاء باستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة بحر جنوب الصين، على الرغم من شكاوي الفلبين وفيتنام الدولية الأخيرة حول اعتداءات صينية على أراضيها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بعدم تأثر الأوضاع في جنوب البلاد، موضحا بأن منع زورق صيد فيتنامي من الصيد بالقرب من جزيرة سيشا دون أي إذن منتهكا للسيادة والقانون، مقللا من شكوى الفلبين حول نشر سفن حربية بالقرب من جزيرة شاول، باعتبار أن انتشار السفن أمر عادي ودوري هناك، وحذر من أي تصعيد في تعقيد الوضع. يذكر باتهام الفلبين بنشر الصين ل3 سفن حربية من ضمنها مدمرة بالقرب من جزيرة شاول خلال مطلع الشهر الجاري، فيما اتهمت وزارة الخارجية الفيتنامية بتدمير زورق لصيد الأسماك من قبل جنود صينيون بالقرب من جزيرة باريسيل التي تعرف في الصين باسم جزيرة سيشا في منطقة بحر جنوب الصين. ويأتي التصعيد في إطار النزاع البحري بين الدول الثلاثة بالإضافة إلى ماليزيا وبروناي حول ملكية مجموعة جزر غنية بمواد الطاقة والغاز في منطقة بحر جنوب الصين. فشلت بريطانيا وفرنسا يوم أمس الاثنين في إقناع الاتحاد الأوروبي لتبني خطتيهما لتصليح المعارضة السورية. وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كاثرين أشتون برفض دول الاتحاد الأوروبي خطة تسليح المعارضة السورية في الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية الاتحاد يوم أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، مشيرة إلى حرية فرنسا وبريطانيا في المضي قدما في خطتهما الأحادية لتسليح المعارضة السورية ابتداء من شهر أغسطس المقبل. وكذا قال وزير الخارجية النمساوي ميشيل سباني ليغر رفع 25 دولة من دول الاتحاد 27 فكرة التسليح بشكل قاطع. ويأتي قرار الاتحاد مع قرب انعقاد مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية
علما برفض حلف شمال الأطلسي قبل أشهر خطة التدخل العسكري في سوريا على الرغم من تحريضات تركيا وفرنسا وبريطانيا حيال ذلك.